السلام عليكم. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فطار، هنعمل رقاق، هنعمل بسله اللي احنا مفرزينها مع بعض، سمبوسك، هعمل جلاش بالبسطرمه، هعمل لحمه فليه، ودي المفروم اللي هستخدمها في الرقاق، ودي الكوبيبه اللي احنا عاملينها مع بعض اهي. ده فطارنا النهارده، هنعمل الفطار. انا عندي رقاق اهو، شوربه. طبعا الشوربه بتاعت الرقاق يا بنات لازم تكون دسمه، شوربة بط بقى، شوربة فراخ، ما عندكيش ده ولا ده، موصورة حلوة كده تسلقيها حلو. أنا عملت كذا فيديو للمواسير، بصراحة دي شوربة مواسير عشان أنا عايزاها دسمة. تمام. وعندي هنا سمنة بلدي، أحط في الصاج أو في الصينية اللي أنا هعمل فيه، وهبل الرقاق في الشوربة الدسمة اللي أنا قلت لكم عليها. الشوربة دي طبعا متبهرة عليها كل بهاراتها، ورق لوري، مستكه، حبهان، فلفل اسمر، زر الورد. ده حلو قوي يا بنات، انا بحب احطه في اي شوربه، حتى في شوربه الخضار بتبقى حلوه. انا عايزه احط هنا بس معلقه صغيره كده. برضو السمنه البلدي او الزبده البلدي عندكم بتدي طعم حلو، حتى لو شوربتك دسمه. بص دي شوربه مواسير، بص انا حاطه فيها حته كده من النخاع، عشان انا عايزه الرواق عندي يطلع طعمه حلو. واللحمه انا عسقتها اهو، اللحمه اللي انا كنت معصباها قبل كده خلصت من عندي. احط كده اول رق اهو، ببله كده في الشوربه بس عندي سخنه، واصفيه عادي خالص. اقسم، انا عندي مثلا كيلو رقاق وعندي الصاج كبير كده، هقسم نصه في الارضيه ونصه فوق، وافرد بقى كده واتحكم. تمام اهو، سهل جدا يا بنات. انا بس هخلص اول طبقه عشان انا الفيديو عندي كبير، مش عايزه اطوله عليكم. النص الرقاق زي ما قلت لكم هعمله في الشوربه، واحطه في واحط نص الرقاق في الصاج، وبعد كده احط المفروم. انا خلصت الرقاق الاولاني يا بنات، احط اللي على الصاج بقى. سهل قوي. في ناس كتير قوي رقاق يعني بط، يعني وز، يعني لا، زي ما قلت لك ممكن تجيبي لك ماسوره كده 30 جنيه عشان تديكي الطعم الدسم، وتعصجي لك ربع مفروم كده، وتعملي صينيه حلوه لاولادك اهو، وهيطلع طعمه حلو. احط اللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده الكميه التانية هعملها نفس ما عملت اول طبقه يا بنات. وبعد كده انا مشغله الفرن طبعا، احطه ونشتغل بقى في الجلاش. انا كده خلاص يا بنات كملت اخر كميه في الجلاش. هنحط بقى عليه زبده، معلقتين 3 زبده كده كبار، عشان يبقى الوش احمر كده وطري وحلو. نساوي بقى اي حاجه كده مش متساويه نسويها، وكله بيتدارى لما بيتسوى. يعني لو واحده مثلا، لو انت عامله جنب اعلى من جنب في التقطيع، كل ده بيتدارى، عشان في بس بنات كده بيستصعبوا الرقاق. انا عندي بقيه الزبده اهي، احطهم على الوش، وبعد كده اقطعه. لازم تقطعي الجلاش قبل ما تحطيه الفرن، عشان لما يطلع تبقي عارفه التقطيعه، وتطلعي الخرطه في خرطتها كده، بيطلع طعمه حلو قوي يا بنات بشوربه المواسير، تحفه اهو. والحروف دي عشان ما تنشفش عندك، اعملي الحروف كده اهو، الاطراف. بس كده.
وممكن تعملي حاجه، ممكن تاخدي من الشوربه حبه شوربه كده تسقي بيه كده اهو، تحطي كده ترشي كده حبه شوربه كده اهو. بس هندخل بقى الجوانب اللي هي طالعه دي عشان ما تتحرقش معانا اهي بالمعلقه كده، نسوي بس الجوانب ونقطعه. يطلع مورق معانا وحلو قوي. نقطعه بقى بسم الله، وانا مسخنه الفرن عندي وهنشتغل في الجلاش. نكمل يا بنات نعمل بقى الجلاش. معايا هنا لفه جلاش ومدوبه برده زبده، هدهن الصينيه عندي. سهل قوي برده يا بنات الجلاش اهو. حبه زبده كده محترمين في قاعده الصينيه عشان الجلاش برده يطلع حلو. وبقيه الزبده دي احط عليها اهي كوبايه الا ربع لبن. عايزه تحطي بيضايه حطي كوبايه الا ربع لبن. وعندي الحشوه، عندي حتتين كده بسطرمه، حتتين صدق، زيتون، فلفل الوان. هو ده الحشوه اللي عندي. بس انا بحب ايه ابهر عندي كده اللبن والزبده. احط حبه توم باودر وبصل باودر وحبه ملح وفلفل اسمر بس. مش عايزه تحطي توم باودر ولا بصل باودر ما تحطيش، بس انا بحب انكه كده الحاجه عندي عشان برضو تطلع ايه ليها طعم. عشان الجلاش ده يا بنات مش حاطين فيه اي بهارات. الحشوه هي مبهره، مش حاطين ملح طبعا في الحشوه. البسطرمه والزيتون والصدق فيهم ملح، فهنحط حبه ملح صغيرين كده في اللبن اهو والزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط اول طبقه اهو. سهل جدا. ولو مكسره عندك الجلاش برضو هتعرفي تتصرفي فيها. كل ورقتين كده هسقي زبده ولبن. يعني دول كده 4 ورقات عندي اهو. احط لبن وزبده زي ما قلت لك. لو عايزه تحطي بيضايه، انا هحط فوق الوش الجلاش كده وانا بقطعه هرش عليه جبنه تركي. الجبنه التركي برضو تديله ريحه حلوه كده وطعمه حلو اهو. اكمل دول ورقتين في بعض. احط الزبده واللبن وبعد كده احط الحشو. سهل قوي.
خلاص انا حطيت الحشوه اهي يا بنات، هقفل عليه بقى اهو. طبعا المتكسر ده برضو هيشتغل، مش هيقول حاجه اهو. كده بس لو انت عندك جلاش اتكسر منك برضو بيشتغل اهو. كل ده بيتداوى لما بيستوى. لازم الزبده واللبن دي يا بنات بيورق الجلاش عندك. انا على طول بعمله صوابع، بس قلت ايه اغير النهارده كده واحطه في الصينيه. اخر طبقتين عندي اهو، بس كده. الحته الصغيره دي احطها اهو، بسقي برضو اهو. طبعا دول هنتنيهم كده اهو. انا قفلته، هحط حبه اللبن والزبده، هرش عليه جبنه تركي او جبنه موتزاريلا اللي عندك، وهقطعه برضو زيه زي بسم الله، زيه زي الرقاق يا بنات. لازم برضو تقطعي عندك تقطيعه عشان وانتي بتطلعيه سخن تبقي عارفه مكان التقطيعه كده، وتطلعي الخرطه بخرطتها. انا سويته يا بنات وقطعته، وعندي كام حته جبنه تركي كده هرشهم كده فوق الوش، يديله بس كده طعم حلو ولون. الجبنه التركي دي يا بنات بتدي طعم حلو قوي، انا ما عنديش بصراحه جبنه موتزاريلا، فايه لازم نتصرف. الجبنه التركي مش هتقول لا، حلوه برضو. حطها بقى في الفرن. انا هنا حطيت يا بنات معلقه زبده صغيره وبصلايه صغيره، وهقلي بقى للبسله. يعني انا حاطه البسله عندي قدامي، تاخديها من الديب فريزر على طول على الصلصه مش بتفكيها، وضربه شطشق الطماطم، وحاطه فيه فرمه معاه مع الطماطم 5 فصوص توم تضربيهم كده مع الطماطم. طبعا انا هعمل البسله دي يا بنات من غير لحمه، فهحط فيها معلقه كبيره كده من النخاع ومواسير اهو. انا طلعت حطها عشان تعمل بس طعم اهو. فكره ان انت تدخلي النخاع بتاع العظم ده في الاكل عشان ولادك وعظمهم حلو قوي. انتوا عارفين الولاد بيقرفوا من الحاجات دي، فلما تدخليه في اكلك كده وتطعمي اكلك بيبقى تحفه، طعمه جميل وفوائده حلوه قوي للعظم. انزل بالصلصه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. سهله جدا. الصلصه عندي هتتسبك تسبيكتين كده، انا مش بسبك برضو اكلي قوي زي ما انتوا عارفين، غلوتين 3 كده. وهنزل بالبسله واحط عليها فلفل اسمر والملح، بس سهله جدا. احط حبه فلفل اسمر يا بنات اهو،
حبة كده صغيرين، حبة ملح. انا عندي هنا الرز اهو بيتشرب، عامله رز بالشعريه. انا هنا يا بنات خلاص التسبيكه كده اتسبكت حلو. احط رشه سكر. رشه السكر دي حلوه قوي لاي صلصه عندك، عشان الحموضه بتاعت اي صلصه. احط البسله. طبعا انا هنا عملت اللحمه الفيليه. حطيت معلقه زبده وعطيتها تشويحه حلوه قوي، ونزلت عليها بمعلقه شوربه او معلقتين شوربه. وعطتني اللون ده. طبعا انا حاطه بهارات بقى، فلفل اسمر وبصل بودر وتوم بودر وزر الورد وبهارات لحمه، وواحده ورقه لوري كده اهي طالعه جميله، فيها صوص حلو قوي اهو. بس هي الاضاءه عندي يا بنات مش حلوه. بس كده خلصت. هنعمل بقى ايه؟ هنعمل البانيه. بس البسله كده تستوى ونعمل البانيه مع بعض. هنعمل البانيه. انا هنا عندي حبه بقسماط على فيجيتار. انا بحب اخليهم كلهم على بعض. وهنا معلقتين دقيق وبيضايه، وعليهم معلقتين 3 لبن. طبعا انا مبهره بنات البانيه عندي، حط عليها البهارات فلفل اسمر، ملح، ورق لوري عشان يديها بس ريحه، وبهارات فراخ. هنعمل بس كده نبدرها الاول، وبعد كده ننزلها في البيض واللبن اهو. سهله قوي. بعد كده احطه في البقسماط وهكذا. اخلص دول اهو. البيض واللبن. ومسخنه على الطاسه، حاطه فيها زيت ذره اهو. اضغط بس عليها عشان الكفر بتاعها ما يطلعش. بسم الله. خاني على الزيت بس ما يبقاش سخن قوي. انا مولعه عليه وموطيه عليه عشان حته البانيه عندك ما تاخدش لون وهي ما استوتش اهو. فبضغط كده عشان الحشوه ما تطلعش. انا طلعت يا بنات صينيه الرقاق اهي. اهي طالعه ريحتها حلوه. وصينيه الجلاش اهي طالعه ريحتها حلوه وجميله قوي. لا انا حاطه زي كده. طبعا انت ايدك زيت لحد ما بس عشان دي طبعا البانيه طعم حلو. ما تعمليش زيت يكون زيت طويل ولا حاجه. ياخد طبقه ثانيه وطلعه. انا حاطه هنا يا بنات حله على النار فيها زيت. انا تملي كده بيبقى عندي حاجه، يعني الحلل القديمه مش برميها، بخليها اقلي فيها. احط بس هنزل بالسمبوسك الاول. انا عندي هنا اهو السمبوسك والكوبيبه. علي الاول السمبوسك اهو. انا سخنت الزيت وبعد كده وطيت عليه عشان برضو عندي السمبوسك ما تتحرقش اهو. خلص وهنقلي الكوبيبه. انا طلعت السمبوسك اهي يا بنات. حط حتتين فحم على النار عشان بحب احط كده حتتين فحم على اي مشويات عندك او اي حاجه، بتدي ريحه حلوه قوي للمقليات او اذا كانت مشويات. خلاص انا هطلعها. انا غرفت يا بنات، ودي بقى سفرتنا المتواضعه. يا رب طريقه الجلاش والرقاق تعجبكم. اشوفكم في حاجه تانية. كل سنه وانتم طيبين.